ان الاهلي خلاص قطع شوط كبير جدا بالفوز ببطوله الدوري ولا لسه؟ لا. فرق النقاط مع الزمالك 11 نقطه، فرق النقاط مع فيوتشر صاحب المركز الثاني 6 نقاط دلوقتي. انا اقول لك على حاجه ممكن تستغربها جدا. ايه؟ السنه اللي فاتت انا خسرت 11 نقطه بس في الدور الاول، تخيل. يعني انا خسرت دلوقتي 10 نقط او 8 نقط، اسف. خسرت 8 نقط. السنه اللي فاتت خسرت 11. المسافه مش بعيده يعني. مش بعيده طبعا. لازم، انا قلت بعد مباراه الزمالك يعني مش عايزين نقع في الفخ خالص خالص خالص. تركيزك لازم يكون موجود من اول ثانيه، والاهداف الرئيسيه والاساسيه واللي هي رقم واحد بالنسبه لنا هي بطوله الدوري. طبعا عندك بطولات كتير حققنا بطوله السوبر، لكن البطوله الاساسيه في الوقت الحالي في الترتيب تيجي بطوله الدوري. ده علشان السنتين اللي فاتوا الاهلي ما كسبش بطوله، يعني بقى ليها اولويه اكبر. لها اولويه كبيره. اولويه كبيره. طيب دي جزئيه غايه في الاهميه، لكن بالتحديد يا كابتن سيد عايز اتكلم عن مباراه القمه، لان مباراه القمه جمهور الاهلي كان قلقان شويه، في اصابات كتيره قوي، فبالتالي كان لازم يكون في تجهيز نفسي بشكل كويس بالنسبه للاعبين، وشفنا بعض العناصر اللي يعني تعتبر جديده وبتشارك لاول مره في مباراه كبيره قوي قوي زي مباراه القمه، ابرزهم خالد عبد الفتاح، وفي الحقيقه هو يعني تالق بشكل كبير. حضرته ازاي لماتش مهم زي ده قدام منافس قوي قوي زي نادي الزمالك في مباراه قويه؟ اولا مباراه الزمالك بتبقى خارج التوقعات خالص، واللي يقول لك غير كده يبقى راجل بيهزر يعني. احنا مش هنقول زي الناس اللي هي تقول لك مباراه القمه ما بيني وما بين بيراميدز، انا الاول وهو الثاني يعني. راجل ناس يعني ناس الهدف بيبقى ايه من تصريحات زي دي من وجهه نظرك يعني؟ ايه؟ الهدف بيبقى ايه يعني لما حد يقول لك القمه؟ مش عايز اقول حاجه بقى يعني، مش عايز اقول حاجه تبقى خارج السياق يعني، لكن دي ناس والله العظيم ثلاثه. انا لو مسؤول في على الاعلام والله العظيم مش دلوقتي في كليه الاعلام، والله العظيم ثلاثه، وخرجت الناس دي من الكليه في عهدي، والله العظيم ثلاثه اضرب نفسي مليون ما اعرفش ايه زي ما بيقولوا. ازاي دي الناس، ازاي دي الناس دي اللي هم ممكن يكونوا مش مسألة بينتقدوني وكده، لا بيقل ادبهم. في فرق بين النقد وقله الادب، في فرق شاسع ما بين التجريح. لا سيبك من التجريح يعني، انت عدت التجريح يعني هتحسن الجمله، لكن في فرق شاسع ما بين النقد وقله الادب. وانا كنت مسؤول ان الناس دي تطلع على الشاشه وتطلع تواجه الناس وتعلم الناس وتوجه الناس. اصل الاعلام ايه؟ اعلام يا اما انت بتصحح اخطاء، يا بتوجه راي عام، يا بتدي معلومه بشكل كبير، يا بتبني ثقافه، يا بتعمل تربيه. طبعا انهي عنصر فضل فيهم مثلا؟ انهي عنصر فضل فيهم؟ ولا حاجه خالص. انت شايف ان مفيش ولا عنصر؟ ولا عنصر خالص. وبعدين يقول لك احترم. احترم مين اذا كان انت ما بتحترمش نفسك اساسا؟ يعني انت راجل بتتشتم وبتتهان بكل الالفاظ على الهواء، وبتطلع عادي تاني يوم عادي جدا واخويا الكبير واخويا ما اعرفش، راجل تتحرق لقمه العيش يا راجل. يعني ده المثل الشعبي المصري اللي من مليون سنه يقول لك هين قرشك ولا تهن نفسك. صح. او واحد يقول لك يطرد ولا حاجه، وواحد يقول لك ده اخويا الكبير، يا راجل صلى على النبي. فانت ما بتبصش لدي قوي خالص يعني، لكن في النهايه لا انا بحترم. انا يعني لما باجي قبل الزمالك لا طبعا بتعمل له حساب جامد جدا أكيد. يعني، حتى لو كان ايه يعني، انت نادي الزمالك هيفضل نادي الزمالك. نادي الزمالك هو، والناس عارفه كده كويس. احنا اختلفنا مع الزمالك في الاشخاص. طبعا دي جزئيه مهمه جدا. عمره ما كان في الكيان ابدا. عمره ما كان في كيان نادي الزمالك. كمان نادي الزمالك ده اللي موجود وهيفضل موجود، ولو لا قدر الله حصل له اول اي حاجه هتبقى انت مش زعلان يعني ما ينفعش ان انت تقول تقعد تصغر منه. ده يعني حاجه تقلل من الكيان نفسه. اكيد. لكن شخص لا ابدا، لا يمثل وان كانت فتره، لكن في النهايه لا تمثل نادي الزمالك ابدا يعني. لكن العلاقات دايما من وجهه نظرك شايف ان هي كانت علاقات تاريخيه وطيده بين الاهلي والزمالك، بس هي فترات بسيطه قوي بسبب اشخاص معينه يعني. طبعا اختلافنا كله مع شخص او شخصين او ثلاثه او اربعه او منظومه اعلاميه زي اللي احنا بنتكلم فيها. منظومه اعلاميه رايحه في اتجاه اساسا يعني اتجاه ناس يعني مش عايز اقول مش مسؤول.